اسهل طريقه هتورقي بيها الفطير، هتجيبي العجينه بتاعتك بعد ما ارتاحت نص ساعه وتفرديها على الرخامه بسمك نص سنتي وممكن اقل، وتجيبي حوالي من 200 ل 250 جرام من الزبده، وانا مستعمله زبده فرن بدرجه حراره المطبخ، وافرديها كده بايدك عادي جدا على العجينه، وابدأي لفي فيها رول زي السينابون كده. وبعد كده قطعيها، انا قطعتها على 4 وحطيتها على حسب الصواني اللي عندي. وبعد كده سبتها ترتاح كمان نص ساعة، وخدت قطعة قطعة فردتها على الرخامة عندي على زيت. وبعد كده طبقتها تاني وحطيتها في الصينية ترتاح مرة كمان حوالي نص ساعة. وبعد كده رحت فردها في الصينية بقى خالص، كانت ارتاحت معايا بتتفرد بسهولة. وسبتها كمان نص ساعة وشغلت الفرن على درجة حرارة 280، أعلى حاجة عندي في الفرن بشغلها، وبخلي الشبكة كمان في الرف اللي قبل الأخير من الأرضية، واسويها على درجة حرارة عالية، وزي انتم شايفين كده الفطير مورق وطري.